اهلا بيكم في بودكاست بيوتي توكس بالعربي. من خلال خبرتك سؤال غريب شويه. لما بنيجي نعمل بوتوكس للستات اللي عندها اولاد، انت عارفه طبعا هم من كتر ما بيكشروا يا عيني التجاعيد بتطلع بدري قوي. فهل الناس دي بيكون عندها مشكله ان هي مش عارفه تكشر بعد البوتوكس؟ هو مش لازم البوتوكس لما شفتي كان في مسلسل قريب كده في رمضان كانت بتعيط وشكلها بيضحك في نفس الوقت. أيوة. يعني بغض النظر عن الاسم يعني. هي مش لازم لما اجي اعمل بوتوكس ان انا اعمل فول كوركشن او ان انا اخليك ماسك فيس لدرجه ان انت مش عارفه تاخدي اي رياكشن. لا، ده مش الصح. صح ان انا اسيبك شويه حواجبك بتتحرك، لما تضحكي يبان السمايل بتاعتك. اقول لك على حاجه، ايام الكوفيد لما كان كلنا بنلبس ماسك، فاصلا هو اللي بيعبر عن وشنا ايه؟ الابر فيس. صح. فهو ده الحاجه الوحيده. فكان دايما لما يجي لي حد مثلا اجي احقن لهم، لا بحقن له دوزز علشان اسيبهم شويه بيتحركوا بيعبروا، سبيشالي الكراس عشان يعرف يعمل كده. ايوه سبيشالي كراس فيت عشان نعرف انه بيضحك. ما انت خلاص لابس ماسك بقك مش باين. فاللي هو اخلي عينيكي لا بتتحرك بتديك السنس. يعني ينفع البوتوكس يبقى بيستخدم بطريقه ما تجمدش الوش؟ يس مش ان احنا نوصل للماسك فيس.